هذا الرقم اليوم غادي نتكلموا عليه لانه لاصقنا الحكومه على انها تبشرنا بخلق مليون منصب ديال عاطل. طبعا هذا الرقم باش كيذكركم؟ الاكيد على انه كيذكركم بحاجات كثيره. هذا الرقم اليوم غادي نتكلموا عليه لانه لاصقنا اللي بغى يفهم يتسنى باش نشرحوا له علاش هاد 17 مليون. في الحقيقه اليوم هذا الرقم ديال 17 مليون واللي تابعنا في السياسه وتابعنا ايضا في السياحه. تصريح ديال رئيس الحكومه داخل البرلمان بمناسبه الجلسه الشهريه قال على ان المغرب كيستقبل اكثر من 17 مليون سائح، اي بالضبط الرقم 17.4. وقصه 17 اخرى راكم تعرفوها بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالها، لان في التفاصيل كاين الشيطان. ولكن انا بغيت نقول على ان هذا الرقم ولو ان الارقام كما كيقول المثل ناطقه ولا تكذب، هذا الرقم كاذب. علاش؟ لان هاد 17 مليون فيها 8.5 المليون ديال السياح اللي هما مغاربه العالم اللي كيجوا لبلادهم الوطن الام، واللي بالتالي ما غاديش نحسبوهم سياح. هاد المغاربه 8.5 المليون سائح اللي تحسبات مع هاد 17 مليون، هادو مغاربه كيرجعوا للوطن ديالهم الام وكهما المصدر الاول او الثاني للعمله الصعبه، وبالتالي كيجوا للمغرب، كيمشوا لديورهم، كيجيبوا سياراتهم، كيجيبوا المسائل ديالهم، فما كيمشوش للوطيلات، ما كيمشوش للفنادق، ما كيمشوش بزاف ديال الحوايج. حنا كنتكلموا على السياح الحقيقيين اللي كيجوا من برا واللي هما ما همش مغاربه. بحال مثلا الا مشينا لمصر، مصر استقبلات 15 مليون سائح حقيقي، ماشي المصريين اللي عايشين برا. حنا عندنا اليوماتيه هذا الرقم هذا الا جينا نحسبوا عندنا فقط 8.5 المليون سائح اللي هو رقم حقيقي. ولكن الرقم الاخر نحيدوا منه هذوك مغاربه ما كنسموهم السياح، هادو داخل البلد ديالهم وليسوا ضيوف. الاشكال الخطير على انه اليوماتيه اللي ما كنتكلموا عليه على انه ما الذي يستفيد المغرب من هاد 8 المليون اللي كتجي سائحه للبلد ديالنا. ما كيستافد والو بكل بساطه، لان هاد السياح كلهم كيدوزوا عبر منصات ديال الاداء، منها بوكينغ، منها اير بي اي. فهاد المنصات هذه كلها كيخلصوا برا، والعمله الصعبه كتبقى برا، ما كيدخلنا حتى شي حاجه هنايا. وبالعكس قتلنا العديد من وكالات الاسفار السياحيه المغربيه اللي فيها اللي فلس وفيها الذي اشرف على الافلاس. لماذا؟ لانهم ما كيبغوش يتعاملوا معاهم، كيبغوا يتعاملوا وكيفضلوا يتعاملوا مع الوكالات الاجنبيه. ولان ايضا عندنا مجموعه من الرياض داخل المغرب، في مراكش بالضبط وفي غيرها من المدن، هاد لي رياض هادو كيتعاملوا مباشره مع برا، العمله الصعبه كتبقى برا، ما كيجينا حتى شي حاجه. وكيقوموا بمجموعه من الحوايج، احيانا كيشتغلوا بغير من دون رخص، وهما خاصهم قانونيا غير الايواء، ولكن كيديروا الرحلات وكينظموا البرامج السياحيه اللي خاص تنظمها وكاله الاسفار المغربيه. وبالتالي قتلنا هذه الوكالات اللي المفروض تحط 20 مليون سنتيم كضمانه وما كترجعش لها وكتخلص الضرائب ديالها. وقتلناها وقتلنا المرشدين السياحيين الحقيقيين، ودخلنا في واحد المجال ديال العشوائيه الحقيقيه اللي ضربت لنا السياحه اللي كنعتبروها مورد حقيقي للشغل وغيرها، مع انها راه ما كتحققش بزاف، يلا 1% ديال فرص الشغل اللي حققت هذه السياحه هذه. لماذا؟ لانه هذه المنصات هذه كما قلت لك ضربات من العمله الصعبه وكتخليها برا، وما كيربح المغرب والو من السياحه. تصور على انه سائح اجنبي كيجيب 6000 درهم فيها الماكله فيها الشراب فيها كل شيء، اش كيخلي لك؟ ما كيخلي لك حتى شي حاجه، مخلص برا وجاي هنايا كيخسر عليك، يخسر لك الماء ديالك، يخسر لك بزاف ديال الحوايج، ويخلي لك حاجات اخرى ما كتستافد منه لا الفنادق، ما كيستافدوا منه لا البازارات، ما كيستافد منه لا اي حاجه نهائيا. وبالتالي راه كنصدروا الوهم وكنبيعوا الوهم وكنقولوا عندنا السياحه بخير، والسياحه ليست بخير. ونعطيكم الارقام على ان قطاع السياحه حقق 110 المليار ديال الدرهم من العمله الصعبه، لكن في المقابل ايضا سنه 2024 300 مليار كاين عندنا في العجز ديال الميزان التجاري. تقول الحكومه كتقول على ان القطاع السياحي هو كل شيء سياسي، خلق 25 ألف منصب شغل جديد،
لكن في المقابل ارتفعت نسبة البطالة ب 21.3%، أي بلغ عدد العاطلين عن العمل أزيد من 2.5 شخص عاطل عن العمل، أي أن ما حققه القطاع السياحي كله من فرص الشغل لا يمثل سوى 1% من إجمالي العاطلين البالغ عددهم اليوم في المغرب 2.5 مليون عاطل. قبل مجيء هذه الحكومة هذه كان عدد العاطلين 4.5 مليون شخص، لكن بعد ما جات هذه الحكومة هذه كان عدد العاطلين عن العمل 1.5 مليون شخص عاطل، لكن من بعد مجيء هذه الحكومة ارتفع العدد إلى 2.5 مليون، أي بزيادة مليون عاطل. والحكومة كما كتعرفوا رفعت في الشعارات ديالها وفي الوعود ديالها الانتخابية خلق مليون منصب شغل. كان على الحكومة على أنها تبشرنا بخلق مليون منصب ديال عاطل، أو بإدخال مليون شاب مغربي عاطل عن العمل، بدل ما تبشرنا بخلق مليون منصب شغل. إذا المفارقة هنايا الحكومة قالت لنا غادي تخلق مجموعة من المناصب ديال الشغل، مليون منصب شغل، وإذا بها خلقت مليون عاطل، وكان عليها أن تبشرنا بمليون عاطل بدل خلق مليون منصب شغل. للأسف الشديد اليوم كنتكلموا على واحد القطاع حساس وهو قطاع السياحة، والأرقام اللي ارتفعت وهاد 17 مليون اللي قال رئيس الحكومة داخل البرلمان خاصنا نعاودوا فيها النظر وما نبقاوش نصدروا الوهم المغاربة. كنعيشوا اليوم أزمة حقيقية في مجموعة من المجالات، ماشي غير في المجال السياحي ولكن في مجال غلاء الأسعار، مجموعة من الحوايج، ونحن مقبلون على الشهر الكريم، وهذا الشهر الكريم كيرتفع فيه الاستهلاك، كترفع بزاف ديال الحوايج، والقدرة الشرائية اليوم تحت الحضيض، والمغاربة الله الله، وعندنا بوحمرون وعندنا بزاف ديال الأمراض اللي مقبلين عليها اللي أصبحت تشكل وباء حقيقيا، ويجب على الحكومة أن تخرج من صمتها، وبدل ما تبقى تتنازل بالألقاب وشكون غادي يفوز بال 2030 ولا 2026 ولا غيره، حكومة المونديال ولا ما حكومة المونديال، كنقول لها شوفوا المغاربة وشوفوا مشاكل المغاربة وشوفوا فاش عايشين المغاربة، لأنه كاين اليوم اللي نسى طعم اللحم، وكاين اللي نسى طعم الدجاج، وكاين اللي نسى طعم الحوت، وللأسف الشديد راه غادي يجي شي نهار وننساو حتى البيض، وننساو حتى البيض اصبح مستحيلا، ما عرف كاعش غادي ننساو، لانه ما نسينا كل شيء ولا كل شيء مستحيل عنا. الحكومه يجب ان تعيد النظر بزاف ديال الحوايج ديالها وتخرج من صمتها، وبارك علينا شكون غادي يفوز، شكون اللي غادي يفوز، اللي بغينا يفوز في التالي هو الوطن والمواطن. اما الا بقيتوا تضربوا شكون يفوز، نتوما بعد اش درتوا باش تفوزوا؟ واش درتوا شي حاجه باش تفوزوا؟ والله العظيم زعما انا راه ما فهمت والو، وما فهمت هذا النقاش هذا وهذا الصراع هذا على هذه الكعكه هذه. للاسف الشديد قولوا بعدا ان شاء الله ويدير الله تاويل الخير. اما باش نبقاو نضاربوا بحال هكا شكون غادي يفوز، حكومه المونديال ولا ماشي حكومه المونديال؟ راه ماشي نتوما اللي جبتوا المونديال، المونديال هذا قرار ديال الدوله ديال جلاله الملك، مجموعه من البرامج ركبتوا عليها وهي مشاريع ملكيه وكتقولوا حققتوها ودخلتوها في برامجكم، وما انزل الله بها من سلطان لكم. وللاسف الشديد اعطونا الحصيله ديالكم، كنقول لكم مليون عاطل، القطاع السياحي كتقول لنا 17 مليون، ما كاين لا 17 مليون، ما كاين حتى شي حاجه، الحصيله صفر. تحياتي لكم والسلام عليكم.